امال ايه ده يا معلم محمود؟ ايه ده؟ ديت علبة كهرباء 20 في 25. تمام؟ هتقول لي ايه علاقتك بالكهرباء؟ هقول لك ان انا دلوقتي ديت علبة كهرباء، بس انا استغليتها اعملها دفن علشان احط الكوعين بسن بتوع الغسالة يبقوا مدفونين جوه، لما اجي اربط الحنفيتين هنا ما يبقوش بارزين معايا بره. يوم انا لما احط الغسالة بعد كده في التشطيب، انا في مساحة اللي هي مربوط فيها الحنفيات، فبتديني بتاع حوالي 12 سم، الغسالة بتتناطر بره هي والصرف بتاعها. حتى بالنسبه للصرف لو تلاحظ ان انا بدل ما اعمل الكوع بكوع مفتوح او كوع 90 بالشكل ده زي ده كده، لا انا استغليت ان انا احط الجلب عدل، بالتالي الخرطوم بتاع الغساله لما يدخل ما بين الحنفيتين وينزل سقط كده، فانا دلوقتي استغليت اكبر مساحه ان الغساله عندي الزقها في البلاط، مش هيحصل لي اي مشكله. يعني انت تقصد كله دفن يعني؟ كله بالظبط ده يا فندم. فديت كده افضل حل وافضل طريقه بالنسبه